سلفتي بتقولي ايه القرف اللي انت بتعمليه ده يا مقرفه، حرام عليكي بوظتي الكوتشيات. كنت داخله كده الكوتشيات بتاعت ولادي واخداهم رايحه الحمام وواقفه اغسلهم على الحوض زي ما انا متعوده. انا كان كده اخويا جرب يحط الكوتشي بتاعه في الغساله، بس بصراحه فضلت تخبط جامد، وفضلت اول 3 غسلات بعد الكوتشي ده كل ما تيجي تعصر تخبط جامد قوي ويطلع لها صوت. وما صدقت كده ان الغساله اتظبطت تاني لوحدها الحمد لله. فقلت خلاص حرمت وارجع اغسل الكوتشيات في الحوض تاني زي ما بعملهم بالفرشه كده وشويه صابون سائل. عايزه اقول لكم بيبقوا زي الفل في 3 دقايق. المهم سلفتي كده رنت جرس الباب ودخلت، سالت البت امك فين، قالت لها في الحمام تغسل الكوتشيات. ففكرتني ان انا بقى ايه بعملهم في الغساله. ساعه لما دخلت كده عليا لقيتني بقى واقفه بعملهم كده بالفرشه تحت الحنفيه. قالت لي ايه القرف اللي انت بتعمليه ده يا مقرفه، حرام عليكي بوظت الكوتشيات، الكوتشيات هتقشر، الكوتشيات هتتقطع، الكوتشيات مش عارف ايه. قلت لها هو ايه اللي انت بتقوليه ده، ما انا طول عمري من وانا بنت وانا بغسل الكوتشيات بتاعتي كده بالمنظر ده، بالفرشه كده بتاعه البلاط وشويه صابون سائل تحت الحنفيه بيبقوا زي الفل وما بيجرالهمش اي حاجه. عايزه